السلام عليكم اخواني الاعزاء ومتابعينا الكرام. اليوم عندي موضوع لكم، هو طبعا شائع لكن يثير اهتمامي ان اشرح لكم عن موضوع اسمه الانزلاقات. الكثير منكم ما مفتهم شنو معنى الانزلاق. اولا هو ليس مرض. شنو هو المرض؟ السرطان مرض، الله يشفيكم الشر. الالتهابات هي مرض، يعني مرض يصيب الأعصاب هو مرض. هذا لازم تفرقونه عن المشكلة الميكانيكية اللي تحصل بالعمود الفقري. يعني عندك أنت 1% من الانزلاقات ممكن تدخل غرفة العمليات، والبقية ما تحتاج حسب البحوث العلمية الجديدة اللي صارت في ألمانيا، اللي أنا أنقلكم المختصر مالتها. هو أي مشكلة تواجهك بالعمود الفقري، بالآلام مال الظهر، بآلام الأرجل النازلة من الظهر، هي خلال 3 أشهر من العلاجات المتحفظة conservative therapy ممكن تختفي ب3 أشهر، ورا سنة بالاستمرار بهذا النهج العلمي للتعامل ويا المشكلة ومسبباتها راح كل شيء يختفي. يعني أنت اللي راح تفكر بيه انه العملية الجراحية راح تخلصك من الألم، هذا تفكير خاطئ، لأن الألم ده يجيك لوجود خلل معين يريدك ويثير انتباهك على مود تروح تتخلص منه. فأنت ليش تخلص من الألم بالمسكنات اللي تسبب لك تكلسات بالمفاصل وتدوخ لك الأعصاب وتتعبك وتتعب جسمك وتتعب الكبد بدون فائدة؟ انت لازم تفكر بصورة علمية وعملية وتروح تكشف المسببات اللي ولدت لك المشكلة حتى تبدي تتخلص من جذور المشكلة. يعني انت اذا مسببات ما خلصت منها، لو تاخذ دواء الدنيا كلها ما راح تخلص، لو تجيب أرقى جراح بالعالم راح يفشل وياك. فأنت أخي كون مسؤول عن صحتك، كون مسؤول عن وعيك، ابذل جهد شوية على مود تكشف المسببات مال الانزلاقات وتتخلص منها بصورة صحيحة. كثير من الناس يسألوني أنا عندي انزلاق، تجي على أوليات مالته ما عنده انزلاق. إذن هذا مخلي فكرة خاطئة في دماغه أنه عنده انزلاق ولازم يتعالج الانزلاق أو يسوي له عملية. أو كثير من الناس يقول لي هذا الرنين مالتي أحتاج عملية. في ألمانيا يقول لك من السذاجة عندما الطبيب يباوع على الرنين ويقول لك أسوي لك عملية. هو ما راح يسوي عملية للرنين، هو راح يسوي لك عملية إلك أنت. فأنت افتهم يا أخي، الرنين والأشعات يجي الرأي بيها بعد الفحص الميداني أو السريري. لازم واحد يعرف شنو المشكلة الموجودة عندك وشنو مسبباتها، ويخلي فت برنامج لتخليصك من المسببات حتى تختفي الآلام. أغلب الناس اللي يجونا من يجيك هو حاير بالألم ودايخ وتعبان ومدوخته الأدوية ومكسرته القعدة والخوف وياها والقلق، لكن ورا أسبوع يبدي يحس بالتحسنات بعد التخلص من المسببات بصورة علمية وعملية وبأبسط الطرق. يعني أنت ما يحتاج لك لا أبرة ولا ضربة سكين ولا ضربة براغي، هذا كله أنت ما تحتاج بالبداية. أنت عندك وقت معين، خلال أول أسبوع تتحسن، خلال الأسبوع الثاني تبدي تبين عندك التحسنات، الأسبوع الثالث تقول أنا ليش ما بديت بهاي الطريقة سابقا، بالأسبوع الرابع تقوم تركض مثل الأسد
والمرأة تقوم تركض مثل الغزال. لكن يراد منك التزام، لأن كل علماء الاجتماع اتفقوا على أنه النجاح بألف باب، لكن أي باب تدخل للنجاح المفتاح مالته هو الالتزام. إحنا نوفر لك علمية عالية في التعامل مع مسببات العمود الفقري والتخلص منها لتختفي الآلام بدون أي إعاقة وبأقل الخسائر. تقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمد.